السلام عليكم. جاني استفسار عن الشروط للحصول على تصريح بالنسبة للزواج السعودي من مغربية. الحالات كالتالي: أولا، إذا كان أعزب وعمره في 30 وراتبه أكثر من 6000 ريال بالنسبة للأعزب، هذه اشتراطاتهم بالنسبة للسعودية، ما في غيرها. الإجراءات الثانية تابعة، اللي هي فحص الطبي، إثبات العزوبة، إثبات السكن، اللي هي البرنت حق الأحوال المدنية، اللي هي صحيفة السوابق. هذه الإجراءات طبعا هذه لاحقة، ما هو في الأصل، إنما نتكلم على الشرط الأساسي. أما بالنسبة للمتزوجين، اللي متزوج سعودية عنده حالتين: إذا كان متزوج وزوجته موجودة وفي عصمته، فما عنده أي خيار غير الاثنين هذولا، يا إنه يجيب تقرير طبي من مستشفى حكومي يفيد بعجزها عن أداء وقيامها بواجباتها، يا يجيب موافقة منها بأنه ما عندها مانع أنه يتزوج. هذا بالنسبة للمتزوج. بالنسبة للي مطلق، فلا بد من مرور 6 أشهر على الطلاق، مرور 6 أشهر على الطلاق، وحصوله من نفس المحكمة اللي أصدرت صك الطلاق باستمراريته الطلاق، وصورة من عقد صك الطلاق، صورة منه. الآن إجراءات صارت آلية في السعودية، ما بقت زي أول صورة طبق الأصل من هالكلام، لا. وحتى الزواج كله مسار آلي، يعني ببصمة تتزوج وبصمة توافق العروسة، وكل شيء صار بالبصمة، ما في داعي لا توقيعات ولا يعني شيء متقدم على الوضع. ولكن بشكل عام إذا كان حصل فيه الطلاق فمرور 6 أشهر على الطلاق، بغض النظر عن الأمور الأخرى. يعني بالنسبة إنه يكون تجاوز 30 سنة، إنه يكون عنده دخله لا يقل عن 6000 أو حاجة زي كذا. أنا بصراحة ما أعرف مدى يعني تدقيقهم على مسألة الدخل. هل هو لأنه ما حد سألني. أنا بالنسبة لي ما حد سألني لما جيت أتزوج دخلك كم هو، مجرد إنه إثبات إن أنا كنت عسكري وتقاعدت، وإن زوجتي مطلقة ومر على طلاقي منها أو طلاقها مني أكثر من 6 أشهر، وبس. ارفاق صورة من كرت العائلة، صورة من بطاقة الأحوال، صورة من البرنت تثبت الحالة. لما جت الموافقة المبدئية لقيت في وزارة الداخلية السعودية عندهم نموذجين. أوكي، ركزوا معايا. نموذجين: نموذج خاص بالحكومة السعودية ونموذج خاص بالحكومة المغربية. كل من الدولتين وضعت شروط وضوابط لعملية الزواج هذا. من ضمن الشروط والضوابط اللي أنا وقعت عليها إنه ما يكون سبق وتزوجت وجيت أنت الآن تضعنا أمام أمر الواقع وتحصل على تصريح لزواج سابق معايا. وفي حال ثبوت بالنسبة للحكومة السعودية، في حال ثبوت إنك أنت سبق وتزوجت جاي الآن دحين عشان توثق هذا الزواج، فيها غرامة 100,000 ريال. هذا المكتوب، بغض النظر عن مدى مصداقية تنفيذه، لكن هذا المكتوب. أوكي، نفس الشرط تشترطه الحكومة المغربية، إنه ما يسبق زواجك موافقتنا عليه وتضعنا أمام أمر الواقع. هل في تنازلات؟ هل في تراجعات؟ هل في حالات استثنائية في هذا الجوانب؟ أنا لا علم لي. إنما أتكلم على القوانين اللي أنا مرت علي وشفتها بعيني ووقعت بالعلم عليها. أما إنه والله يحصل فيه استثناءات، إنه واحد تزوج وبعدين طلع تصريح وبعدين ما أعرف هل حصلت، وهل هي لما حصلت بشكل قانوني أو أنها حصلت بشكل غض الطرف عن بعض بنود القانون، الله أعلم. أنا ما عندي علم، إنما بشكل أساسي هذا هو الاشتراطات. أوكي، إذا حصل أنه يتزوج الإنسان ويمكن يكون ما وثق
او حصل انك انت عقدت عليها عقد شرعي كامل مكتمل الاركان، زواج كامل فيه المهر وفيه القبول وفيه الايجاب وفيه الولي وفيه اشهار وفيه كل شروط الزواج المعترف فيها او المقرره شرعا متوفره. لكن انت تتكلم عن الجانب القانوني في القضيه، الجانب القانوني في المساله. الجانب القانوني هو اشتراطات الدول عشان تضمن انت حقك عند هذه الزوجة، والزوجة تضمن حقها عندك، واولادكم يضمنون حقهم في المستقبل. الاعتراف بهم وبجنسيتهم وهويتهم، وانهم يمنحون حقية المواطنة هنا او هنا، وانهم ينالوا ما يناله اي مواطن من اثبات الهوية والدراسة والصحة والعلاج وما اليها. فهذه الاشتراطات إذا ما توفرت في الزواج وحصل الزواج الشرعي بدون ما يكون في توثيق قانوني للمسألة، فهذه لها حلول، إنك تلجأ إلى دول خارج الإطار، خارج السعودية والمغرب، تعترف بالزواج المدني. أوكي، أنا كنت أعرف في السابق إنه مصر، تركيا، لبنان، معي ولا لا؟ عرفت معلومة البارح كمان إنه السودان وإنه موريتانيا ممكن يأدوا نفس المهمة. أوكي، يجي الزوج والزوجة يتوجهوا لأحد الدول هذه. أنا أعرف الشق المغربي فيها، إنه اشتراطات الحكومة المغربية في هذا الأمر إنه يتم التوثيق عند الملحقية، عفوا القنصلية المغربية في هذاك البلد اللي أتممتوا فيه العقد. وطبعا لابد من حصول من اللجوء إلى محامي على أساس إنه يسهل لكم الأمور هذه كلها. هي فيها لفة لكنها على الأقل، وهنا احنا نتلافى المطب اللي بتوقع فيه البنت المغربية، انه المطب اللي بتوقع فيه البنت المغربية من انها ما هي قادرة تثبت نسب اولادها لها وتحقق يعني حقهم الوطني في بلدهم من هوية، من اوراق ثبوتية، من على الاقل السعودي اوكي خلي يعني يعيش في، ما حتحصل هي على تأشيرة دخول السعودية بصفة زوجة، ولا بتحصل على يعني اعتراف فيها لا هي ولا أولادها كأولاد، يعني كنسل، يعني كأولاده. ما الحكومة السعودية ما راح تعترف في هذا الإجراء، الحكومة السعودية ما راح تعترف. ولكن حل البنت المغربية اللي تزوجت سعودي ويمكن تكون أنجبت منه ولا ناوية تنجب منه وتبغى تضمن حقها وحق أولادها مستقبلا في الحياة الكريمة في بلدها بدون ما يترتب على هذا أي خلل. أوكي، الإجراء هذا اللي أنا قلت لكم، تلجأوا لأحد الدول تسوي فيها العقد المدني، الزواج المدني، توثقونه في القنصلية أو السفارة المغربية في هذاك البلد، بحيث أنه خلال شهر يتم وصوله عن طريق وزارة الخارجية إلى وزارة الداخلية ووزارة العدل، لأنه ما عنده تايم ليميت، عنده وقت محدد ما يتجاوزه. أنا ما أعرف هل تغير في هذا المدة، يعني توقيت، هل هو شهر، هل هو زاد شهرين، هل هو 3، المهم إنه في مدة تنتهي صلاحية هذا الاعتراف. إذا ما تم إبلاغ الحكومة المغربية بهذا العقد اللي هو المدني في خلال مدة معينة يعتبر لاغي وغير معترف فيه. وبناء عليه على الأقل إنه يحل مشكلة البنت المغربية، بحيث إنها لو أنجبت صحيح إنه ما حتحصل على كامل الحقوق كزوجة معترف فيها من ناحية الحكومة السعودية، ولكن على الأقل تضمن مستقبلها ومستقبل أولادها اللي هم أمام عينها الآن، إن مستقبلهم معروف، إنهم هذا أمهم المغربية بموجب أمومتها لهم يحصلون على الحق في الجنسية المغربية والمواطنة. هذا اللي أعرفه، غير كده الله أعلم. تحياتي وبارك الله فيكم وشكرا.